أحيانا لما المريض الاكتئاب بيوصل لمرحلة الانتحار بيكون الشيء الواقي ليه في اللحظات الصعبة دي هو إيمانه بالله، إيمانه بفكرة إن الانتحار حرام. وكتير جدا بيجي للواحد مرضى في العيادة في لحظات شديدة جدا وحالات شديدة جدا من الاكتئاب وبيقولها صراحة: يا دكتور، أنا اللي منعني إني أنتحر الفترة اللي فاتت هو إني إنسان مؤمن بالله ومؤمن إن ده حرام وأنا مش عايز أموت كافر. يعني الدين داعم للعلاج النفسي جدا، ده شيء لا يمكن إنكاره. والكلام اللي احنا بنقوله دايما إن الاضطرابات النفسية هي اضطرابات عضوية في الأساس مش معناه إن احنا نهمل دور الدين في الوقاية أو في دعم الصحة النفسية للشخص. لا، ليه دور قوي جدا، بالذات في اللحظات الصعبة وبالذات في اللحظات اللي الإنسان ممكن ييأس فيها أو يدفعه اكتئابه أو مرضه النفسي لارتكاب بعض السلوكيات الخطرة. بيكون الدين حائط صد يأخره ويمنعه عن التطور أو التفاقم في الحالة. ولكن أرجع وأقول ما ينفعش نعتمد على الدين لوحده في علاج المرضى النفسيين. مرض يعني دواء، نحاول ان احنا يعني نسمي الاشياء بمسمياتها وما نحملش اي حاجة اكتر من طاقتها.